يلا بقى نشوف الاختراع والنتيجة ايه بره وجوه، ونشوف بقى جمال العجينة. يلا بينا. هوبا 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 هوبا، الشكل باين. بصوا السوا اهو. بصوا الجمال. تعالوا بقى ايه نشوف الطراوة والجمال بتاعها. يا ربي يا ربي يا ربي، اقول ايه؟ طيب السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل البيتزا اللي انا متاكده ان انا حصري عاملاها، البيك فاميلي. البيتزا الكبيره ب3 حشوات، وكمان هنعمل صوص الرانش اللي طالع ترند ومشهور جدا بمنتهى السهوله. يلا بينا بسرعه ندخل على المكونات والطريقه، بس ما تنسيش سبسكرايب. ويلا بينا على البيتزا الرهيبه. اول حاجه هنبدا بيها وهي نص كوبايه من الميه الدافيه، وعليهم معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر، واقلبهم كويس جدا. وخلاص كده اغطيهم بقى واسيبهم على جنب. بعد كده بجيب البوله اللي هعجن فيها وانزل ب6 كوبايات من الكوب المعياري دقيق. طبعا تقدري ان انت تقللي كميه الدقيق، بس انا عايزه اعمل النهارده بيتزايه عائليه. ويا سلام بقى لو عندك لبن بودره، ونضيف كده معلقه كبيره. دي اختياري، بس بيصدقوني بتفرق جدا في الطعم، وكمان بتدي طعم غني قوي، وبتدي هشاشه وبشاشه كمان. معلقه صغيره كده من التوم الباودر، ونص معلقه من البصل باودر. طبعا ما ننساش رشه الملح، وربع معلقه من البيكنج باودر. ودي بقى اللي بتفرق جدا في طعم البيتزا، وهي معلقه من الزعتر. وبعدين اقلب كل المحتويات الجافه دي والمقادير الجافه دي عندي كويس جدا. في بوله بقى صغيره هنزل بنص كوبايه من اللبن الدافئ، وانزل كمان عليهم بمعلقه كبيره من عسل النحل. مش قادره اقول لكم ده كله بيفرق ازاي في الطعم. معلقتين كبار من زيت الزيتون. طبعا لو ما عندكيش زيت زيتون خلاص مفيش مشكله، بس طبعا زيت الزيتون بيفرق جدا في الطعم، غناوه وطعم، وطبعا ميبقاش تقيل، وحاجات كتير كده بيعملها الزيتون. طبعا مفيد جدا جدا جدا. فاحنا اللي علينا ان احنا لو ما عندنا زيت زيتون خلاص مفيش مشكله، مش عايزين نعقد الامور، نخليها زيت ذره عادي، المهم يكون طعمه حلو. ناقص اخر حاجه وهي معلقتين كبار من الزبادي. كده خلاص الخليط بتاعي عندي بقى جاهز. هدخله بقى الميكرويف، عايزاه بس يدفى شويه صغيره، وكل ده يندمج مع بعض. كده كله بقى تمام. الخليط عندي اللي انا عملته بقى جاهز. مش قادره اقول لكم بقى الخليط ده بيفرق ازاي. ابدا بقى انزل بيه كده، وكمان الخميره بتاعتي ما شاء الله بقت ممتازه خلاص اهي. هنزل بيها وابدا بقى اعمل. طبعا نسيت اقول لكم بيكون معايا نص كوبايه من الميه الدافيه، عشان طبعا كل دقيق وبيفرق عن التاني. فطبعا ببدا ان انا اظبط الدقيق بتاعي بمقدار الميه ده. بيكون معايا احط شويه بشويه لحد ما اظبط العجينه بتاعتي. اهم حاجه تكون عجينه قطنيه جدا زي ما هنشوفها دلوقتي حالا. انا حطيت حوالي ربع كوبايه من الميه، ومعايا لسه ربع كوبايه برضه. نرجع نعجن تاني. بصوا بقى، والنقطه دي مهمه قوي، تعرفوا ازاي اذا كانت هي محتاجه لسه ميه او لا. شايفين لسه في مقدار اهو دقيق تحت، وهي كده لسه محتاجه ميه تاني. انا كده هضيف نص كوبايه كامل، وان شاء الله مش هحتاج تاني. انا كده عرفتكم، ودي يا جماعه صدقوني دي عصاره الخبره. انا عملتها كتير وقليل، وعملتها بكل حاجه. بصراحه اعملوها بالطريقه دي وشوفوا الفرق بجد. خلاص كده تمام، هو ده الملمس اللي انا عاوزاه، كاني ماسكه البانه بالظبط. هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. بالعجان خدت حوالي 6 دقايق، على ايديكي هتاخد من 7 ل9 دقايق. بعد كده هنزل بقى برشه كده من الزيت، رشه كده بسيطه. غلفتها كده من كل الجوانب، واسيبها بقى في مكان دافي للاختمار جيدا. نيجي بقى للصلصه الكونكاسيه او صلصه البيتزا. للاسف التصوير لقيته الكاميرا ما كانتش بتصور. هقول لكم المضمون بتاعها ايه. انا جبت قطع عشوائي خالص، قطعتها عشوائي، بصل عشوائي، 3 فصوص توم، وحطيتهم على النار مع شويه من زيت الزيتون، وخليتهم ياخدوا تشويحه محترمه كده مع شويه روزماري وشويه زعتر وملح وفلفل. وخلاص خليتها اتسبكت، وطبعا ضفت عليها الملح بتاعها والفلفل الاسود. وطبعا ما ننساش نص معلقه من السكر عشان يعادل الحمضيات اللي في الصلصه عندي. وبعد كده بالهاند بلندر وهرستها، وبقت بالشكل القمر بتاعنا ده. يلا بينا بقى ننفذ صوص الرانش الرهيب المميز جدا، وبالذات للبيتزا. هنزل بنص كوبايه من المايونيز، ونص كوبايه من الزبادي، وانزل بعد كده برشه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه كده، ملح. طبعا المقدار يكون متساوي، لو عايزين مقدار اكتر من كده يكون كوبايه زبادي، كوبايه من المايونيز. وعلى فكره ممكن نبدل الزبادي بكريم باستري او زبادي يوناني. وكمان توم باودر. وبعد كده بنزل بمعلقه من الشبت، ممكن شبت جاف او شبت يكون اخضر يعني، وانزل بعصره من الليمونه، وابدا بقى اقلبه كويس جدا. وبقى عندي احلى واجمد صوص رانش، بجد فظيع. خلاص بعد ما خلصناه بالشكل ده، طبعا على التلاجة فورا لحد الاستخدام. يلا بقى نشوف العجينة بتاعتنا او البيتزا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال.
يلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. في المرحله دي هبدا بقى ابطن الصاجه بتاعتي اللي هنفذ فيها بيتزا. هجيب صاجه الفرن كده. طبعا انت لو هتعمليها على صواني بيتزا، فطبعا بتقسميها وبتبداي ان انت تعمليها الحجم اللي انت عاوزاه، بس انا هعملها في صينيه كامله بالشكل ده. فاول حاجه كده هجهز الصينيه، وابدا بعد كده بدقيق البسبوسه او دقيق السيمولينا، وابدا ارش واغلف الصينيه بتاعتي كويس قوي او الصاجه بتاعتي كويس قوي. دي اللي بيدينا الحرفشه للبيتزا من تحت زي محلات مشهوره جدا. وخلاص غلفناها كويس قوي، نروح بقى لعجينه البيتزا. هرش برضو رشه كده على الرخامه من دقيق السيمولينا عشان تديني القرمشه. اجيب العجينه بتاعتي وافردها بقى فرده تمام. حبيت اوريها لكم اهي في ايدي بكل سهوله اهي. بحطها اهو خلاص في الصاجه بتاعتي او الصينيه بتاعتي، وابدا بقى اظبطها على المقاس بالظبط. وخلاص فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ادي عجينه البيتزا فردتها بكل سهوله وبكل يسر خالص. هبدا بقى دلوقتي اسيبها 10 دقايق، وده هكون قصداه لحد ما اجهز بقيه الحشو. وطبعا الحشو ده على الذوق بقى، كل واحد الحشو اللي عنده المتاح عنده يكون طبعا تمام. بعد كده بقى هعمل حركه لطيفه قوي. هجهز دلوقتي معايا بصل مقطعه صغير، طماطم، فلفل رومي، وطبعا الوان لو موجود، بس انا بصراحه كان خلص. زيتون، حتى زيتون قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى اجيب بوله وانزل بكل الخليط ده: الزيتون، الفلفل، القوطه، وكمان البصل. وانزل كمان بجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، واقلب الخليط ده كله. اضيف عليه رشه من الزعتر ورشه من الفلفل الاسود، وكده بقى عندي خليط جاهز وتمام. لو حد يلاحظ بقى ان العجينه بتاعتي بدات انها تنتفخ شويه وانا كده اديتها نفس، وابدا بقى بالشوكه وابدا اعمل فتحات بالشكل ده في كل البيتزا بتاعتي. مش بقول لكم عايزاها تتنفس. انزل بقى بالصلصه اول حاجه كده. خلاص الصلصه عندي بقت تمام التمام. هبدا بقى حبيت كمان على الخليط ده اضيف كام معلقه كده من صوص الرانش، بيديله طعم حلو قوي والله يا جماعه، ريحته فعلا تجنن. بص اتغلف ازاي. وابدا بقى انزل بكل الخليط. هبدا بقى اقسم البيتزاية الكبيره بتاعتي لثلاث اطعمه، اربعه، واحده اللي يريحك. هخلي في النص دي لانشون بالشكل ده. وطبعا صوص الرانش او بيتزا صوص الرانش لازم تكون فراخ، فكمان جهزت خليط من الفراخ، شاورما الفراخ. وهخلي اخر قسم خالص والطعم الاخير وهو اللحم. عندي لحمه متعصجه، هبدا بقى افرشها كده بالشكل ده. وطبعا احنا متفقين في كل الفيديوهات اللي قبل كده اللي متابعني ان لازم نكون مشغلين الفرن، وده بيكون شكل البيتزا بتاعتنا القمر البيك فاميلي الجميله دي. يلا بينا بقى على الفرن. خلاص بقى كده هبدا بقى ايه وهي في الفرن. هبدا انزل بالجبنه بتاعتي، هي خلاص كده دخلت على السوا. انا مش عايزه كنت احط الجبنه من الاول عشان ما تبقاش ناشفه معايا. وبعد ما فردنا الجبنه بالمنظر ده انزل بقى برش كده من الزعتر، بتفرق طعمها، بيوديه في حته تانية خالص. بصوا بقى الجمال بعد ما طلعت، بصوا القمر. وننزل بقى بصوص الرانش اهو. هنزل بقى كده بقليلا كده من صوص الرانش. مش قادره اقول لكم بقى عامل ازاي. اي ازازه عندك تقدري تنفذي بيها اللي انا بعمله ده. يلا بقى نشوف الاختراع والنتيجة ايه بره وجوه، ونشوف بقى جمال العجينة. يلا بينا. هوبا 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 هوبا. الشكل باين. بصوا السوا سوا اهو. بصوا الجمال. تعالوا بقى ايه نشوف الطراوة والجمال بتاعها. يا ربي يا ربي يا ربي، اقول ايه طيب اقول ايه؟ مفيش كلام تاني، لازم ادوق بصراحة. امم امم فظيعة. إيه الجمال ده. حلو قوي. صوص الرانش موديها في حتة تانية خالص، وفظيعة وطرية. بصوا بصوا، هي مش محتاجة اعمل معاها اي حاجة اصلا. بصوا
بصوا عامله ازاي. زي ما انتم شايفين سوا فظيع، الملمس فظيع، العجينه رهيبه، وطبعا الحشو زي ما اتفقنا. اللي كمل معايا الفيديو الاخر ما ينسانيش فضلا وليس امرا سبسكرايب ولايك وكومنت حلو منكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم، باي باي.